حبايب قلبي وحشتوني جدا جدا جدا، دايما يا رب تكونوا في احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. وحشتوني جدا 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 جدا، يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. يبدأ يومنا بالصلاة على رسول الله، الا في ذكر الله تطمئن القلوب. دايما تكونوا بخير وبصحة وعافية، اللهم امين يا رب العالمين. يجعل يومكم مليان بالبركة وبالسعادة ان شاء الله يا حبايب قلبي. النهارده معايا وصفة لسه اول مره اعملها معاكم يا حبايب قلبي، بس انا جربتها كتير، بس انا اول مره اعملها معاكم. ماشي حلوين؟ ان شاء الله يومنا مليان بالبركه وبالسعاده ومليان بذكر الله، الا في ذكر الله تطمئن القلوب. هتقولي وصفتي ايه يا ام سيد؟ معايا يا حبايب قلبي بطاطس، انا كنت مقشراها ومقطعاها مكعبات زي ما انتم شايفين، حلوه وجميله وبسيطه جدا جدا. وكان معايا سجق. السجق ده يا جماعه مش بلدي، انا كنت جايباه من المحل اللي هو المستورد. انا مش بقول له، انا بشارككم كل حاجه. السجق مش بلدي، ماشي يا حبايب قلبي، بس بطريقتي انا بيبقى جميل جدا جدا وطعمه في حته تانية. جربوه وانتوا مش هتنسوه. كان معايا كام فص من الثوم، كان معايا فلفل الوان، وكان معايا بصل، وكان معايا البهارات والصلصه، ما بستغناش عنها في الوصفه دي. جربوا الوصفه دي مش هتنسوها. يلا بينا نسمي بالله ونشوف هنعمل ايه. انا معايا السكينه، انت حسب ما انت عايزه السجق بتاعك زي ما هو، حسب ما انت حابه. انا حابه ان انا ايه، اقطعه. ماشي، اديني انا هقطعه الصابع 3 تقطعات زي ما انتم شايفين كده، صغير وحلو وجميل. ماشي يا حبايب قلبي، اهو. يا حبايب قلبي انا قطعته بالطريقه دي. يا رب دايما تكونوا في احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل احلى واجمل غدا. ماشي يا حبايب قلبي. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا معايا صينيه فاضيه، نزلت بحبه من الزيت، حبه قليله بسيطه جدا. زقت السجق بتاعي بعد ما قطعته زي ما انتم شايفين. انا هقطع السجق، انا هشلوح السجق بتاعي عشان ياخد معايا صدمه جميله حلوه كده. هنزل ببس سنه من الكزبره، لان الكزبره بتخلي ريحته جنان وجميله جدا جدا. مش قادره اوصف لكم ريحتها روعه. كانت خدت الصدمه معايا اللي انا حبيتها فيها باللون الجميل اللي انتوا شايفينه الفريش ده. طبعا انا انت هتطلعيها ليه؟ هقول لكم. انا بحب ان انا احط السجق بتاعي على الوش بعد ما اخلص الطريقه بتاعتي. بس بجد جربوها، مش هتسلو حلاوتها ولا طعمها، بتبقى جنان. نزلت بقى بالبصله بتاعتي، ونزلت بحبه من الزيت كمان، ونزلت بقى بالفلفل الالوان. اي فلفل متوفر عندك، شطه، اي فلفل متوفر عندك اعملي بيه، مش شرط يكون عندك فلفل الوان. ماشي، اي حاجه زي ما انا قلت لكم متسهله عليكم في بيتكم اعملوا بيها. طبعا نزلت بكام فص من التوم كده عشان بقى يديها بقى ايه، مزه كده وريحه جميله جدا زي ما انتم شايفين. والله يا جماعه جيت افرم على الخلاط التاني، لقيت الشفشق بتاعي مش راضي يشتغل، عايز جلده. فانا جبت بقى الكبه بتاعتي. الكبه ليها خلاط يا جماعه، الكبه بتاعتي انا منها كبه ومنها خلاط. انا بستعملها في الوقت اللي هو ان انا يعني يعني عايزاها ضروري. فانا حبيت بقى ان انا ايه، اطلعها افرم عليها الطماطم. نزلت بقى بالبطاطس بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، نزلت بالبطاطس بتاعتي اديها تشويحه حلوه كده، لان البطاطس بيبقى فيها ميه تنزل معانا. وهنزل ب3 معالق من الصلصه عشان تبقى البطاطس بتاعتنا جميله كده وحمرا وحلوه كده، واخده لون جميل جدا. بتاعتك تبقى جميله وحلوه. نزلت بالبهارات بتاعتي اللي هي 7 بهارات: فلفل اسود، وكمون، والملح. اديها تشويحه حلوه جدا جدا. مش حبيب قلبي، وهنزل بواحده من الشوربه بتاعتي زي ما انتم شايفين. لازم ان انتي مش شرط يعني انت تنزلي بواحده من ماجي، بس تديها طعم حلو جدا. ماشي حلوين، خلينا متفقين. ماشي يا غاليين يا اغلى واجمل ناس على قلبي. هننزل بقى بالصلصة بتاعتنا اللي هي الطماطم اللي احنا فرمناها معاكم. زي ما انتم شايفين انا ما بحبش يا جماعه ان انا اصفي الطماطم، لاني بفرمها حلو جدا. انا ما بحبش ان انا اصفيها ولا في محشي ولا في اكل. مع العكس، ما هي مش تبقى متفله ولا بتبقى حاجه، والله بتبقى جميله جدا جدا وحلوه بجد.
جربوها اقسم لكم بالله جميله جدا. نزلت بقى بكوبايتين من الميه دي عشان تبقى معانا يعني فيها كده ايه صوص جميل كده وحلو. ماشي، اديها تقليبه جميله كده وهنزل بقى عليها، هديها فوره واحده على البوتاجاز، وبعد كده هدخلها على الفرن على درجه حراره 180. بس اهم حاجه الفرن بتاعك تبقى مولعاه قبلها بشويه ويكون سخن معاكي، وتدخلي الصينيه بتاعتك وبألف هنا وشفا على قلبك يا حبيبه قلبي انت وهي. ماشي، جربوها، مش قادره اوصف لكم جمالها في حته تانية. اي واحده يا حبيبه قلبي لازم تبقى منظمة في بيتها وفي كل حاجة بتعملها. طبعا انا كان عندي شوية طباق اللي انا استعملتهم، والشوية طباق برضو من الفطار. بجد انا قلت ايه اما انا هغسلهم وانا ايه اولع الصينية بتاعتي واخش بقى ايه اغسلهم زي ما انتم شايفين. طبعا انا كنت بقى نزلت بقى للفراخ وطلعت، وبقى يا حبيب قلبي اليوم كله كده مليان بالبركة ومليان بالطاقة الإيجابية. الحمد لله على ما جايب ربنا. دايما خليكوا عندكوا يقين بربنا، واهم حاجة ان انتي اول ما تصحي فرض ربنا تحطيه، بعد كده كل حاجة امرها سهل. الشقة والترويق والاكل وده كله امره سهل. اهم حاجة فرض ربنا، عشان ربنا يبارك لنا في يومنا، ربنا يبارك لنا في ولادنا، ربنا يبارك لنا في كل حاجة بنعملها. ماشي حلوين، خلينا متفقين كده. دايما يا رب انتوا منورين حياتي، بس ما تنسونيش في الاشتراك في القناة ولا اللايك بتاعكم الجميل ولا كومنت منكم. تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. دي اجمل كلمة هشوفها في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا رب يملى بيومكم بكل حاجة مشرقة طبعا برزق الله. والله العظيم يا جماعة الحمد لله كل ما جايب ربنا نعمة وفضل من عند ربنا. دايما خلي عندك يقين في ربنا، ان انتي لو حتى مخنوقة من اي حاجة او زعلانة قولي يا رب، ربنا دايما هيكون جنبك، وبصي مش هيسيبك ابدا. وان شاء الله اي حاجة مزعلاكي باذن الله ربنا هيفكها من عنده. انتوا اجمل واحسن ناس في الدنيا، انا بحبكم جدا جدا. كنت بقى خلصت شوية المواعين وبقى اديت ايه الحوض بتاعي غسلة كده جميلة وخفيفة. يا رب اكون خفيفة على قلوبكم زي ما انتوا مالين حياتي يا اغلى واجمل ناس في الدنيا. اقسم لكم بالله ان انا مبسوطة جدا جدا وانا بشارك احلى واجمل عيلة في الدنيا، عيلتي التانية، عيلتي الجميلة. دعمكم ليا يا اغلى واجمل من الناس في الدنيا. ان شاء الله باذن الله دايما نكون عن حسن ظنكم ان شاء الله. طبعا يا حبايب قلبي كل واحدة شاطرة في بيتها ونضيفة في بيتها وكل حاجة. طبعا اي ست بيت بتفتكر ان هي الجواز ان هو فسح وخروج وان انت كل يوم في مكان. لا يا جماعة الجواز مش كده، الجواز مسؤولية. ودايما الحمد لله ان انت تبقي قد المسؤولية. الست الشاطرة تبقى قد المسؤولية بتاعة بيتها. انا كنت طلعت لميت الغسيل وجيت، وطبعا اي ست طبعا بتكون قد المسؤولية ان هي في بيتها باولادها. ربنا يا رب يدي كل مشتاق بحق لا اله الا الله. دايما تخليكي ست بيت شاطرة. الجواز مش هو كله ان انت تخرجي وان انت تجيبي حاجات، لا، الجواز مسؤولية ان انت تشيلي مسؤولية بيت ومسؤولية اولاد. ودايما الست الشاطرة اللي تمشي بيتها وتخليها ست مدبرة وست عارفة ربنا، ان هي تمشي مع جوزها بضمير وبكل حاجة وترضى باللي ربنا قسمه لها بالحلو او الوحش. ان انت تبقي راضية ان انت من جواكي ان انت راضية باللي ربنا قسمهولك. ان الشخص ده هل ان هو الحالة المادية بتاعته ان هي تسمح ان هو كل يوم يخرجك او مش شرط الخروج يا جماعة. المهم واحد يتقي ربنا فيكي، عشان دايما اهم حاجة في الراجل ان هو يكون بيخاف عليكي وان هو بيحبك وان هو ما يقدرش يزعلك. فدايما قولي يا رب ربنا يرزقني بواحد يكون يتقي ربنا فيا. اهم حاجة ان هو يتقي ربنا فيكي
بس يا حبايب قلبي، طبعا انا مش عايزاكوا ان انتوا تبقوا مهملين في بيتكوا او في اولادكوا، ودايما ارضوا باللي ربنا قسمهولكوا عشان تلاقوا حياتكوا جميلة ومنورة. طبعا برزق الله، الا في رزق الله تطمئن القلوب. فدايما يا حبايب قلبي خليكوا كده ايه، قولوا يا رب. حتى لو انتي يعني ناقصك حاجة قولي يا رب، وانتي ان شاء الله ربنا هيقف جنبك وهتلاقي كل حاجة مجابالك. بس اهم حاجة ان انتي ترضي بعيشتك، قولي الحمد لله. من حمد وزاده، ان حمدت ربنا ربنا هيزيدك وهيديكي من وسع. فدايما قولي الحمد لله. والجواز ده يعني سنة الله ورسوله يا جماعة، يعني دي اي حد لازم السنة بتاعت ربنا ان هو يعملها، اللي هو الجواز. طبعا دي سنة الحياة، وان انتي مش الحياة كلها ان هي خروج وفسح والحاجات دي، لأ. الجواز مسؤولية، مسؤولية كبيرة كمان. يعني اي واحدة لازم تكون عارفة ان هي داخلة على مسؤولية، مسؤولية بيت ومسؤولية اولاد ومسؤولية كل حاجة. فدايما احنا بإذن ربنا دايما نكون عند الثقة ان انتي تكوني شاطرة في كل حاجة بإذن الله. واهم حاجة تتقي ربنا في جوزك، ربنا هيفتح لك ابواب من ابواب الجنة. فدايما اتقي ربنا فيه، ان انتي تبقي محافظة على بيته ومحافظة على كل حاجة في بيته وعلى كرامته وعلى اي حد. ما تخليش واحد يمس كرامته بكلمة، او ان انتي تبقي مثلا واحد يقول لا ده مرات فلان كذا، لا. خليكي عندك يقين بربنا، وان انتي تبقي ست محترمة وحاسة ان انتي قد المسؤولية ومحدش يقدر ياخد عنك فرصة، لان انتي بنت اصول. والبنات الاصول يا جماعة بيتقوا ربنا، واللي متربية على طبلية ابوها دايما بتكون يعني تربيتها هي واحدة، ما بتتغيرش مهما الدنيا لفت ومهما الدنيا عملت. انتي زي ما انا، يعني انا واحدة من الناس اقسم لكم بالله انا زي ما انا، عمري ما هتغير على اي حد. وربنا بيديني والله العظيم يا جماعة، الحمد لله، فضل ونعمة من عند ربنا دايما. حمد ربنا، رخر ربنا بيديني وبيديني من وسع، الحمد لله. انا جت عليا وقت ان انا كنت مش قادرة اوصف لكم، ان انا كنت مخنوقة جدا جدا. قعدت في الخنقة دي 6 شهور اقسم لكم بالله، مش قادرة اوصف لكم. يعني انا كنت طالعة من شقتي وكنت قعدت بالايجار، والحمد لله بفضل الله ربنا واقف جنبي والحالة اتيسرت، وربنا واقف جنبي وخدت بيت. والحمد لله كانت في صعوبات شوية بس بإذن ربنا. وطبعا لما انا قلت الحمد لله وربنا واقف جنبي، فدايما قولوا الحمد لله. دايما يا حبايب قلبي قولوا الحمد لله. فانا بقى ايه، كنت بقى خلصت بقى الغسيل. انا زي ما انتم شايفين الدولاب بتاعي انا ايدي فيه على طول. انا ما بحبش اي حاجه عندي متكركبه، اي حاجه انا ما بحبهاش متكركبه. فطبعا انا دلوقتي برص الهدوم اللي انا طبقتها زي ما انتم شايفين. كنت بقى ايه، اهم حاجه ان انت تبقي منظمه في بيتك في كل حاجه، هتلاقي حاجتك منوره وحاجتك جميله جدا جدا جدا. ماشي اغلى واجمل ناس. طبعا انا كان ايه السير بتاعي مطرح ما انا كنت قاعده كده بظبطه. انا كنت خلصت. بس يا رب الفيديو يكون عجبكم ويومكم طبعا مليان برزق الله. تعالوا بقى بينا نروح نعمل الرز. طبعا صينيه البطاطس انا كنت لسه مش طلعتها، لان انا كنت لسه عايزه كمان شويه. قلت لغايه ما الرز يستوي هتكون هي خلصت معانا، ونبدا بقى ايه نحط الغدا. كانت دلوقتي الساعه 3 وانا كنت بعمل الرز. ابني بيطلع من الدرس 4، طبعا يكون على جيد باباه ان احنا نحط الغدا ونتغدى. يا اغلى واجمل ناس في الدنيا، انا بحبكم جدا جدا. ده يا رب بس يكون الفيديو يعجبكم واكون عند حسن ظنكم دايما. فطبعا كل ما ربنا يا جماعة بيدي الواحد يقول الحمد لله، ده فضل ونعمة من عند ربنا ان الواحد يحمد ربنا. فدايما قولوا الحمد لله، دايما ان انت تقولي الحمد لله. انا بقلب الشعرية كل شوية عشان ما تتحرقش منك ايدك في الشعرية على طول. طبعا نزلت بقى بالملح بتاعي، هي معلقة واحدة
تبقي عارفة مقدار الرز بتاعك. اهم حاجة تنزلي بقى بالمية السخنة بتاعتك. انا بحب المية السخنة جدا في الرز يا جماعة. ليه؟ بيطلع مفلفل، بيطلع جميل جدا جدا. اهم حاجة مقدار الرز بطرف المعلقة عشان ما يعجنش معاكي، يبقى الرز بتاعك مفلفل وجميل. ادي كانت صينية البطاطس بالسجق خلصت. بألف هنا وشفا لأغلى وأجمل ناس في الدنيا، حبايب قلبي.